النهاردة هنقول شوية كلام من اللي بيقولوه الجماعة الأمريكان. شوية كلام لو أنت عندك نية للسفر في يوم من الأيام، سواء لدراسة أو لعمل أو لسياحة، تعرف إنك أنت تستعمل الكلام دوت. هلو، أنا سيف الله وأنت بتسمع سلسلة كل 6 شهور لغة. النهاردة الحلقة الثالثة من كورس أهلا بيك في الشارع. ويلكم. النهاردة عندنا كده شوية كلمات حلوين وسهلين ولزاز. يلا نقول بسم الله ونبدأ على طول عشان ما نطولش. لما حد يقول لك كلام فتحس ان الكلام يعني جاي على هواك قوي ومنطقي قوي، تقول له ايه بقى لو انت بتتكلم معه وهو امريكي؟ تقول له it makes sense. it makes sense يعني الكلام منطقي، الكلام معقول. الكلمة التانية here you go here you go here you go here you go here you go. دي بنقولها لو مثلا انت رحت السوبر ماركت او حاجة فاشتريت حاجة، فهتلاقي البياع اللي بيبيع لك بيقول لك here you go، انا خلصت حضرت لك طلبك، خد طلبك. here you go الترجمة الحرفية بتاعتها اللي هو ايه؟ ها انت ذا. بس طبعا لو هتقولها في الشارع الامريكي معناها ايه؟ خد. تمام؟ الكلمة الثالثة من الكلمات المشهورة قوي اللي هي كلمة gotcha اللي هي تحريف لكلمة got you. اوكي، gotcha معناها فهمت انت عاوز ايه، فهمت مقصودك. gotcha. الكلمة اللي بعد كده that's it اللي هي الترجمة الحرفية بتاعتها ذلك هو. طيب هتبقى ايه بالعامية؟ انتهى الموضوع. that's it. بتشرح مثلا زي ما انا بعمل كده، اجي في نهاية الشرح اقول لك that's it، هو ده كل اللي هناخده النهاردة. that's it. اللي بعد كده اظن سمعتوها كتير doesn't matter، او لو انت في الشارع الامريكي ما تقولش matter، قول matter. اوكي، doesn't matter اللي هو لا يهم. طيب لو شلنا كلمة matter وحطينا doesn't work يعني لا يصلح، ما ينفعش بأي حال من الأحوال. doesn't work. not much، لما واحد يقول لك what's up how's it going، فأنت هترد عليه تقول له ايه؟ not much اللي هو الوضع كما هو، ما حصلش كتير. not much. آخر كلمة معانا النهاردة هي كلمة ASAP اللي هي اختصار لكلمة as soon as possible اللي هو بأسرع ما يمكن. لما مثلا حد يقول لك تعالى لي أنا عاوزك، فأنت هتقول له أنا جاي لك بأسرع ما يمكن، هتقول له إيه؟ ASAP. أتمنى كلمات النهاردة تكون كلمات سهلة، وأتمنى أنك أنت تستعملهم بشكل شبه يومي علشان يثبتوا في الذاكرة. أشوفك إن شاء الله بكرة في الحلقة الأولى، في الحلقة ال5 من الكورس الأول. سلام.